السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات سهلة واقتصادية كويزين أم مريم نور. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة وانتم تشاهدوا في وصفتنا لنهار اليوم. رايحة نشارك معكم وصفة تقليدية معروفة بكامل ولايات الوطن. رايح نعملوا مع بعض دوارة أو البكبوكة، تجي مجمرة بنينة عسل، سهلة مهلة، طيبة الزبدة. صراحة البنات أنا أول مرة نجربها بالكورجات أو الجريوات. كنت درت فيديو سابق من قبل، أنا ندير الدوارة، يعني في المنطقة تاعنا نديروا الدوارة بالحمص فقط ونزيدوا معها فريز كإضافة. وأكيد تبقى التقاليد والأطباق أذواق وكل شيء متاح في مجال الطبخ. والآن ننتقل للمقادير وطريقة تحضير وصفتنا. نجيب الكوكوط تاعي نحطها على النار، درت فيها كمية تاع الزيت نخليها تسخن. بعدها ضفت الدوارة اللي كنت نقيتها وقطعتها قطع صغيرة. انا ضفت معها شوية تاع اللحم. طبعا هنا كمية الدوارة انا درت كمية قليلة فقط، يعني غرفية فقط. نخليها على النار، نقوي لها النار ونخليها تتقلى جيدا حتى تطلق الماء تاعها. دوكا تشوفوا ممكن هذا الماء تتخلصوا منه او تخلوها على النار تكون قوية حتى يتبخر. شوفوا البنات هنا تبخر كامل ذاك الماء، نخليها شوية تتحمر. تقريبا هنا مدة التقلية هذه 10 دقائق. شوفوا البنات سكرت عليها تقريبا 10 دقائق وانا نقلي فيها. ضفت لها حبة كبيرة تاع بصل، ممكن تربوها او تقطعوها مربعات تكون صغيرة. قلي مليح البصل. هنا ضفت فص كبير تاع الثوم، ممكن فصين يكونوا صغار. نص مغرفة كبيرة تاع طماطم مصبرة، ممكن ديروا هريسة حسب ذوقكم. عندي هنا حبة طماطم رابية. بعدها نضيف الحمص تاعي نص طياب وورقتين تاع الرند. درت الملح ونضيف التوابل. هنا عندي فلفل عكري، عندي شوية تاع الكزبر، عندي كروية، عندي كركم وفلفل حار وفلفل أسود. ونضيف كزبر ثاني مقطع يزيد بنة هايلة في الدوارة. كاين اللي يديروا الكمون وكاين اللي يديروا الكروية. انا رايحه ندير الكمون، لكن في الاخير مع الدرسات كملوا الفيديو باش تشوفوا الطريقه تاع التحضير. نقليها جيدا على نار هادئه البنات. شوفوا سر البنه كامل في التقليه. بعدها نمرق بماء يكون ساخن، يعني ما تكثروش الماء، ديروا كميه كافيه غير ما تغطى الدواره، ما تكثروش باش ما تجيكمش مايهه. ونغطي عليها ونخليها تطيب. تقريبا هنا كي نسكر عليها البنات ونخليها تطيب مدة 15 دقيقة فقط. وهنا عندي حبتين تاع كورجات وحبة كبيرة تاع بطاطا. انا البطاطا ضفتها على جال ولادي، كاين اللي يديروا البطاطا كاين اللي يستغناو عليها، وكاين اللي ما يديروش كامل الخضر. كيما احنا في المنطقة تاعنا كيما قلت لكم نديروا الدوارة فقط مع الحمص ونزيدوا معها فريت. يعني انا حبيت نجرب هذه الوصفة. وعندي قرن فلفل حار. هنا عندي 3 فصوص تاع الثوم، وعندي كزبر قطعه رايحه نضيفه. هنا تحبوا ديروها حاره، اذا حبيتوا ديروا فلفل دريس او فلفل صيفي كيما حبيتوا تشمخوه في شويه تاع الماء ساخن حتى يطرى. بعدها تضيفوه مع الثوم درسه حاره. انا مانيش حابه نديرها حاره على جال ذراري راكم عارفين. درت شويه فلفل مرحي حار، ماهوش حار هذاك اللي يكسل، شويه وزويزه فقط. وضفت هنايا شويه تاع الكمون، ممكن ديروا كرويه يعني على حسب نتوما واش مالفين ديروا. وضفت شويه تاع الملح باش هذاك الثوم يذوب لي كامل. ودرت شويه تاع ماء ساخن. كيما راكم تلاحظوا هذه الدرسه تاعي واجده.
هنا الدرسة رايحة نرميها مع الخضر. نرجع للدوارة تاعي، هنا راهي طابت، شوفوا كيما قلت لكم 15 دقيقة وتحلوا عليها. الآن رايحة نرمي الخضر، حبة البطاطا والكورجات. نتوما ديروا الكمية على حسب أفراد عائلتكم. ورايحة نضيف الدرسة، رايحة تزيد لها بناية. البنات هذا الدرسة من أروع ما يكون، جربوها بهذه الطريقة ماكمش رايحين تندموا. وكما قلت لكم بنات في بداية الفيديو، أنا كنت شاركت معكم فيديو الدورة بالحمص فقط، رايحة نخليكم الرابط في صندوق الوصف. ندير قرن تاع الفلفل الحار ورايحة نسكر عليها ونخليها 15 دقيقة أخرى على نار متوسطة أو هادئة، نقصولها البنات، ورايحة تكون واجدة معكم. يعني الكورجات البطاطا مش رايحة تدي وقت في الطياب، والبطاطا والكورجات هذو اللي ضفناهم رايحين يمتصونا ويقللونا من هاد الإدام. وهنا الطبق تاعي راهو واجد، رايحه نقدمه لكم في صحن التقديم. وكما قلت لكم بنات، انا اول مره نجرب الدواره بالكورجات والبطاطا. صراحه البنات تجي بنينه، لازم الواحد يجرب ويذوق. ما نحكمش على حاجه ما جربتهاش، ليس مستحيل وكل شيء متاح في مجال الطبخ. وتبقى كل الأطباق أذواق، وكل ولاية طريقتها في الطياب، ونحترم كل العائلات الجزائرية. لا يعلى على الطبخ والأطباق الجزائرية اللي تتنوع بها بلادي، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. وتحيا بلادي. كما شفتوا البنات، هذه الوصفة اللي حضرناها هي جاهزة أمامكم، رايحة نسكبها في الطبق تاع التقديم. ان شاء الله تكون نلت اعجابكم، ونتمنى البنات تجربوها وتبعثوا لي تطبيقاتكم. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش يعني تدعموني بلي لايك، كثروا لي جيم البنات، وبارطاجوا الفيديوهات مع اصدقائكم واحبابكم في مواقع التواصل. دمتم اوفياء للقناه، دامكم الله ورعاكم، ربي يحفظكم بنات. إن شاء الله نتلاقاو في وصفة أخرى وفيديو آخر. مع السلامة.